حبايب قلب ام امل، ازيكم؟ قبل اي حاجه وصلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. الجماعه اللي باصين في حياتنا، احنا ما بنبصش في حياه حد، احنا ملناش دعوه بحد، وعمرنا ما قعدنا لحد الان ولحد ما نموت كتبنا كومنت يزعل حد ولا اتدخلنا في حياه حد. بنتفرج على حاجه عجبتنا بنكمل، ما عجبتناش بنغير. ليه بقى الغلط فينا وفي بنتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاقد وكل حاسد وكل بنبص في حياتنا. الكلام ده للناس الوحشه بس. كل من اذى غيره في كومنت بكلمه تقعد له وهو ربنا بدعايه من غير دعايه قاعده عماله تقولوا لها انت اتخطبتي فرحانه زعلانه انت بتاكلي، انتوا مالكم؟ هي بتاكل من عندكم؟ انا بقى وانا واحده مريضه تدعوا عليا معاها في الكومنتات الكلمه وحشه ومن غير دعايه ربنا هيجيبها لكم. ربنا ما بيفوتش، خلي بالكم من المعلومه دي. اللي قاعده تقول لها انت مضاريه وش خطيبك، ما يظهر ولا ما يظهرش انت مالك شاغله نفسك بيه ليه؟ هو حر، انت تسالي عليه ليه؟ هو انت من نوع الادب انك تسالي على راجل؟ مالكيش دعوه بيه يظهر ولا ما يظهرش. هما كلمتين ابرك من 10. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اذانا بكلمه ولا ببصه تقعد له في العزيز الغالي يتحرق قلبه عليها، وان شاء الله ربنا هيقعدها له. خصمتكم ليوم الدين ينتقم ربنا من كل اللي قال فينا كلمه.